السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، هنعمل مكرونة بس مش أي مكرونة، يعني باستا بالسجق. وهنتابع الخطوات، وحاجة سهلة وحاجة شهية وحاجة لذيذة جدا جدا جدا. خليكم معايا وتابعوني على قناة الفيسبوك واليوتيوب. طاسة على النار. احنا كنا سلقنا المكرونة وقطعنا الحاجة. زيت، هننزل معانا بصلاية مفرومة، البصلاية تبتدي يعني نبتدي نشم ريحتها، مش اكتر من كده. ننزل بالسجق، وبعدين هننزل فص توم مفروم، مش قادر اقول لكم بجد بجد الريحه تحفه روعه. معانا فلفل الوان، نقلب كويس، نمكس كل الخضار مع بعض عشان التسويه تبقى واحده، ويشرب من السجق والسجق يشرب منه. بعد كده عندنا صوص الطماطم، بص بقى الفلفل الالوان لما مكس مع الصلصه ما خلاش لونها اللون الاحمر الطبيعي بتاع صوص الطماطم. وهننزل بالملح والفلفل الاسمر، المكرونه، كنا سلقينها ومجهزينها ومحضرينها عشان ما نطولش عليكم في وقت الفيديو. بص، اهم حاجه صوص الطماطم يبقى مش ناشف في المكرونه. بصوا يا جماعه، انا مش قادر اوصف لكم الريحه بامانه. هنضيف عليها زيتون، ولو زيتون اسود هيبقى احلى، هيديها منظر، بس في التست الزيتون الاخضر اعلى. بقدونس مفروم، وعايز اقول لكم يعني والله ما خدت اي مجهود ولا اي وقت، وحاجه كده سريعه في 5 دقايق، ولذيذه ومفيده ويعني ايه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. يعني انت عارفين الاطفال بيحبوا حاجه اسمها مكرونه،
فتبقى لذيذة قوي معاهم. ونقدر نقول خلاص احنا كده خلصنا الطبق بتاعنا النهاردة. مكرونة بالسجق، يعني وجبة يعني مفيدة ولذيذة ومغذية وطعمها روعة واقتصادية، وحاجتها متوفرة في البيت في أي وقت. يعني أنا بتهيألي مفيش بيت على طول، يعني أسهل حاجة مكرونة. وبالهنا والشفا، واستنوني في الفيديوهات الجاية.